يا دي هايدي وسنين هايدي وكيس الشيبس بتاع هايدي، ده انتوا كرهتونا في عمل الخير يا راجل. ما كانش كيس شيبسي ب5 جنيه. قالت عايزه تامر حسني يتصور معايا، جالها تامر حسني، جابوها في قصر الكبابي وغنوا لها وغدوها وعشوها. اتفضل يا عم. حجوجه ومطاعم تانية عاوزين حد يوصلنا بهايدي عشان نتصور معاه، ادوها لقب سفيره الرحمه. مين هي عشان تاخد دي لسه مسخوطه؟ حتى راجل عاوزين يعملوا لها كيس شيبسي ويكتبوا عليها اسمها وصورتها كمان. اتفضل يا سيدي. ده حتى بلبن يا راجل جابوها وتصوروا معاها، مش راحمين نفسهم. مش بعيد يعملوا لها منتج ويسموه اشطوطه هايدي. الواحد حاسس ان هو بيحلم. اشق هدومي واطلع منها يا اخوانا. بالراحه، اهدى بس، بالراحه على نفسك كده وهدي نفسك وصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. كل اللي انتوا سمعتوه من شويه دوت مش كلامي انما كلام الناس. عادي ولادنا بيطلعوا ويتصدقوا ويعملوا ما حدش بيجيبهم ولا حد بيعبرهم. مش معنى هي، لا انت مش واخد بالك ان هي اصلا ما كانتش تعرف ان هي بتتصور. مش واخد بالك ان هي فعلا عملت عمل. انت كراجل وانت كست كبار في السن محدش فيكم عملوا الا ما رحم ربي. يعني انت متخيل واحده كان معاها اصلا في جيبها مفيش غير 5 جنيه؟ يعني تخيل هي ده كل اللي في جيبها، وفجاه في قمه متعتها وشهوتها انها عاوزه تاكل كيس الشيبسي قفلت على نفسها وراحت ادت ال5 جنيه للراجل من غير ما تستنى شكر من حد ولا كلمه من حد ولا اي تفكير. دي عباده من اعظم واجمل العبادات اللي عندنا في الدين الاسلامي، عباده الايثار. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. والعباده دي ملهاش ثواب عندنا الا الجنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعدين يا اللي متغاظ، ايه اللي حرقك قوي متضايق وتحس ان انت عاوز تنفجر من جوه؟ على اساس ايه ان شاء الله؟ ما شفناش الحرقه بتاعتك لما الممثل الفلاني والمغني الفلاني والرقاص الفلاني طلع يرقص ويغني ويمثل وعمال يعلن عن كوكاكولا؟ كل الناس بتجيبه ويتصور ويتحط في منشتات وفي الطرق وانت سايق العربيه عمال تشوف صوره. لما جابوا الواد الصغير ابو الصمنه البلدي، مش معنى ما اتحرقتش قوي كده، مع انه سبحان الله ما قدمش حاجه مع احترامي للولد وابوه. طلع يقول لك بالصمنه البلدي بالصمنه البلدي. انا استفدت انا ان شاء الله. هو احنا كده شعب كده خدنا على تعالى وفي الهيفا وتصدر حاجه هيفا انفشها ونفخها. ولما واحده تعمل عمل بطولي عمل انساني عمل اسلامي نقعد نقول انت مقفورين الدنيا ليه؟ خلاص يا اخوانا بقى، ما كانش 5 جنيه اتبرعت بيها. لا يا حبيبي، المشكله مش في 5 و10 و20 جنيه وانما في العمل اللي هي عملته. ده اللي عندنا في الدين بتاعنا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربنا اداها مش 5 بل الاف وشهره وكل الناس بيتكلموا عنها. يا عم الشيف دي بيجيبوها تعمل اعلانات في بلبن وفي غيره، وانت مالك انت بلبن ولا حاجه؟ بتعمل حاجه حرام. واحد عنده منتج بيصنعه وعجبه البنت دي وبطريقتها واسلوبها وشاف ان هي بنت يعني عملت موقف بطولي فجابها عشان تعلن عنه. هو حر، انت مالك؟ انت مالك؟ ما هو بيجيبوا فلان المغنيه وفلان الممثله مش عاوز اذكر اسماء وتعلن عن شركه فودافون وشركه اتصالات وشركه مش عارف ايه واكل ايه وشرب ايه ومطعم ايه ومش عاوز اذكر اسماء اكتر من كده، اللي هم ليهم حاجه حلوه والبنت دي كخه يعني بنت غلبانه. ايه المشكله معاك؟ انت مالك؟ انت اطلع منها. ولسه فضل ربنا اكبر من كده بكتير، وبكره هتاخد اللي انت ما خدتوش ولا انا خدته عادي يعني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده رزق ربنا نازل من فوق 7 سماوات لهذه البنت ولابيها ولامها. احنا مالناش دعوه. لدرجه الراجل ان واحده طالعه تكتب في التعليق بتاعها تقول لك انا كرهت عمل الخير بسببهم، لو لقيت راجل غلبان في الشارع هجيب ب 100 جنيه شيبسي وهاكله قدامه. اوعى تكون بتفكر يدور في تفكيرك دلوقتي انك تروح تعمل مشهد انت وعيالك، وقال يعني مشهد ايه تمثيلي علشان خاطر الناس يشوفونا ان احنا ده شحات وانا بتصدق عليه فيجيبوني زيها. لا يا حبيبي، هي عملت لله وما كانتش مستنيه كلمه من حد فربنا كافئها وخدت فلوس مقابل الاعلان اللي عملته. ايه المشكله؟ ده مش حرام ولا عيب. يبقى حرام ساعتها لو هي بتعلن عن منتج محرم، لكن المنتج حلال. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. انا قدامك هو شريف عبد الله، لو حد جاب لي وقال لي تعالى الله يبارك لك اعمل لي اعلان دوت، ايه المشكله؟ مش حرام يعني عادي، واخد مليون جنيه كمان. ما تخافوش انا مش طماع قوي. عارفين وجهه نظري في اللي حصل ده كله ايه؟ ان احنا شعب خدنا على التفاهات. خدنا دايما ان الناس التافهه هم اللي بيظهروا، الناس اللي لهمش محتوى هادف هم اللي على القمه فوق، رقص وغنى وقله ادب، ويا ريتهم بيقدموا حاجه يقول لك احنا بنبسط المجتمع. بنبسط المجتمع بايه ان شاء الله؟ الشطاره بالحرام. وبعدين الممثل ولا الممثله ولا المغني ولا المغنيه ولا المشهور الفلاني اللي انت عارفه هو مش ناقص فلوس يعني عشان يجيبوه في اعلان زي دوت؟ ولا من مكاني دوت بقول له كل واحد يقدر يكرم هايدي وابوها وامها اكرمهم وطلعهم عمره واديهم وزودهم عشان ربنا يديك. اكرموا الناس اللي تستحق وما تعبروش الناس اللي ما يستحقوش، وخلوا اصحاب المحتوى الهادف والاخلاق الحميده هم اللي يطفوا على وش المجتمع مش التانيين، لان هم دول اللي هينفعوا المجتمع دنيا واخره. فيهم والله العظيم هتنصلح البيوت والعباد والبلاد. لما يعملوا اسمها على كيس شيبسي او على اسم اي حاجه فساعتها بنت واحد تقول له ايه ده يا بابا ده مين دي؟ يقول لها دي البنت اللي عملت كذا واثرت على نفسها وطلعت اللي في جيبها وادته للراجل الغلبان، فساعتها البنت دي تقلد هايدي. بس انا عاوز اقول للناس المسؤولين الله يكرمكم، شوف راجل غلبان اللي هايدي ادته ال5 جنيه
يجيبوه ويكرموه، واكيد محتاج حاجه زي كده فاكرموه عشان ربنا يكرمكم. وبشكر جدا الشخص اللي صور هايدي، فانت سبب سعادتها وربنا هيسعدك ان شاء الله في الدنيا والاخره. جزاكم الله خير. وكلمه اخيره بقول لوالد ووالده هايدي الله يبارك لكم، بنتكم بتكبر فخلي بالكم، علموها الدين، صلي الصلاه في موعدها، علموها الحجاب. اقول لك يا ابو هايدي اوعى حد يعرض عليك انها تمثل ولا تغني، انسى الكلام ده تماما. بنتك عندها فطره سليمه الله يكرمك، اوعى تبوظ فطرتها بالوسط دوت، خليها كده فريش وطاهره ونظيفه وبيور، بلاش تبوظها اوعى. انا عارف دلوقتي ومتاكد ان بعد الفيديو دوت هتلاقي فيه عروض زي الرز جايه لي، قلت تعالى يا عم شريف اعملنا الاعلان الفلاني وهنديك نص من صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.